يا أهلا بيكم. وصفة النهاردة جمعت بين أكتر حاجات بنحبها: البطاطس، وخصوصا بقى لما تكون عايمة في صوص كريمي مع طعم الجبنة. ميكس كده كله على بعضه صعب يتقاوم. جراتال البطاطس وصفة سهلة وسريعة جدا، ممكن تتقدم كطبق جانبي أو نعتبرها طبق أساسي. هو طبق طعمه رائع، وبيعتبر من الأطباق السريعة والحلوة جدا اللي ما بتاخدش بقى وقت في تحضيرها ولا أي حاجة من الحاجات دي، بتنجز معانا على طول. يلا بينا نعملها مع بعض. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير. أول حاجة عملتها جبت تقريبا كيلو من البطاطس، قشرتها وغسلتها كويس قوي، وهنقطعها شرايح بالسمك ده، اللي هي يعني أتخن شوية من الشيبسي وأرفع بكتير من اللي بنعملها لصينية البطاطس. وعشان نضمن إن البطاطس تستوي كويس لما نحطها في الحليب وما تاخدش وقت طويل معانا في الفرن، هنسويها بس الأول لمدة 3 أو 4 دقايق. جبت حلة حطيت فيها مية بتغلي، وحطيت عليها معلقة صغيرة من الملح، ونزلت فيها بشرايح البطاطس. سبتها لحد ما رجعت تغلي تاني، وحسبت لها بالظبط 3 أو 4 دقايق، مش أكتر من كده. وطلعتها ورحت حاطة عليها على طول مية باردة عشان أوقف تسويتها. وبعدين صفيتها وهنسيبها بقى على جنب شوية على بال ما نخلص بقية المكونات بتاعتنا. ودلوقتي هنعمل الصوص اللي هنكمل تسويتها فيه. أصل الوصفة إنها تتعمل كلها في كريمة، لكن إحنا عشان الموضوع يبقى أبسط وأخف شوية هنستعمل حليب مع الكريمة. على نار متوسطة حطيت كوبايتين من الحليب، وعليهم كوباية من كريمة الطهي اللي هي العلبة الصغيرة 200 مللي، وهنحط عليهم كمان معلقة كبيرة من الزبدة. وعايزين بقى نعزز طعم الصوص ده شوية ونديله نكهة وطعم حلو، هنحط 3 أو 4 وحدات من القرنفل، وهنحط كمان معاهم ورق لورا. الأعشاب دي كلها اللي هنحطها احنا هناخد بس ريحتها الحلوة، يعني نسيبها تغلي شوية وناخد ريحتها وبعدين هنرفعها على طول. لو عندكم بقى روزماري أو زعتر، أي أعشاب عطرية تدي مذاق حلو، حطوا منها. وحطيت كمان رشة بسيطة قوي من جوز الطيب، ممكن تستغنوا عنها لو مش حابين تحطوها. وآخر حاجة هنحطها فصين أو 3 من الثوم المفروم ناعم، وهنتبلهم بنص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأبيض أو الأسود المتوفر منهم هنستعمله. ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه ونظبط الطعم، بس ما نزودش الملح قوي عشان نحس بطعم الكريمة. وأول ما تغلي هنسيبها على نار هادية دقيقة واحدة، عايزين بس تاخد من ريحة المكونات اللي حطيناها كلها. وبمصفى واسعة هنشيل كل الأعشاب الصحيحة زي ورق اللورة والقرنفل، وبعدين هنحط عليها شوية حلوين من الجبن، بس هنطفي عليها الأول قبل ما نحطهم، عشان لو حطينا الجبنة وغليت كتير هنلاقي الجبنة كلها عملت كتل. أنا حطيت نص كوباية من الجبنة الشيدر والموتزاريلا، حطوا أي نوع جبنة متوفر عندكم. ولو حابين تستغنوا عن الجبنة خالص ممكن تحطوا معلقة أو معلقتين من الجبنة الكريمي. ونقلب الجبن كويس أول ما نحطها، وهي هتدوب على طول من سخونية الحليب. وكده خلاص كل حاجة بقت جاهزة معانا. هنجيب الصينية اللي هتدخل الفرن وهندهنها الأول كويس قوي بمسحة من الزبدة، ونرص فيها أول طبقة من البطاطس، وبعدين نحط عليها شوية من الصوص. الطبق ده زي أي طبق فيه بشاميل أو صوص كريمة، بيتعمل قبل التقديم بشوية صغيرة، يعني اللي هو يدوب يطلع من الفرن ونسيبه يهدى شوية أو حتى يبقى دافي، وبعدين نقدمه على طول، لأنه لو برد خالص هيبقى متماسك والبطاطس هتشرب الصوص كله. فالأفضل إن هو يتقدم وهو دافي، يبقى لسه فيه شوية من الصوص، ما يبقاش متماسك قوي. وهنرجع نكمل رص طبقات البطاطس، وكل طبقة هنعملها هنحط عليها شوية من الصوص، ونكمل لحد ما نخلص كل طبقات البطاطس. عدد الطبقات دي بيكون على حسب حجم الصينية وكمية البطاطس اللي عاملينها. وآخر حاجة على الوش هنحط بقية كمية الصوص كلها، يا دوب بس تبقى على أول وش البطاطس. واللي حابب في الآخر خالص ممكن نحط على الوش رشة بسيطة من جبنة الشيدر أو الموتزاريلا. وهندخلها فرن هنكون مسخنينه على أعلى درجة، وأول ما تغلي هنهدي النار ونسيبها تستوي بقى وتتشرب من الصوص براحتها. وقبل ما نطلعها بعود خشب نحطه بس في نص البطاطس كده، نتأكد إنها استوت كويس. نطلعها ونسيبها بس تهدى شوية عشان نعرف نطلعها قطعة على بعضها.
أنا عن نفسي مش فارق معايا بقى إنها تبقى قطعة على بعضها، أنا باحبها كده تبقى سايحة شوية. كل ما تقعد هتلاقوها تماسكت أكتر وهتطلع معاكم قطعة سليمة. طبق سهل وسريع وما خدش وقت في تحضيره وطعمه رائع. جربوه هيعجبكم جدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. وأشوفكم على خير.